سلام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتكم عالم الأفلام مع شيماء. إلا كنتم من عشاق ملخصات الأفلام ما تنسوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الإشعارات باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تخبطوا معكم داك اللايك. شكرا لكم بزاف، ويلا نبداو. هادي آيريس مزوجة وكان عندها ولد. آيريس كانت إنسانة مفعمة بالحياة، ولكن نهار مات ولدها حياتها تدمرات، وبقات ديما كتفكر الذكريات ديالها الزوينين مع ولدها. واحد النهار آيريس فاقت بحال كاع الايام، وبقات كتشوف واحد اللعبه ديال ولدها اللي كانت محطوطه فوق الكوافوز. من بعد ناضت ولبسات حوايجها وهبطات للكوزينه اللي كانت في الطابق اللي لتحت. ملي هبطات مشات حلات واحد المجر وهزات منه واحد الموس صغير، وهزات معاه حتى اللعبه ديال ولدها. من بعد خرجت من الدار، هزات طونوبيلتها وبقات كتسوق حتى وصلت لواحد المتنزه. فاش وصلت لهاد المتنزه هذا خرجت من الطونوبيل وبقات كتمشى للمده اللي كانت طويله حتى وصلت لعند واحد الشجره اللي كانت فوق الجبل وهي تحبس. وهنايا كنكتشفوا بلي هاد البلاصه فين مات ولدها. آيريس بقات كتشوف التصويره ديال ولدها وكتبتسم. من بعد هزات داك الموس الصغير اللي كانت جابت معاها وهي تبدا كتنحت في ديك الشجره. اول حرف ديال السميه ديال ولدها حدا اول حرف ديال السميه ديالها هي وراجلها. فاش سالات حطت اللعبه ديال ولدها تحت ديك الشجره وبقات كتمشى حتى وصلت للحافه ديال الجبل، وبقات كتشوف لتحت حيتاش بغات تنهي حياتها وتبع ولدها اللي مات. ويلا بغات دير ديك الخطوه الاخيره، هو يجي واحد الراجل وجلس حداها بدا كيحاول يدوي معاها وقال لها بلي سميتو ريتشارد، لكن هي ما داتهاش فيه وبقات كتشوف غير لتحت ديال داك الجبل. ولكن هاد ريتشارد ما نفاكش، قال لها بلي عارف بلي بغات تبقى بوحدها، وحتى هو داكشي علاش جا اصلا لهاد البلاصه، وبدا كيحاول يقنعها باش تراجع على داكشي اللي بغات دير. هي تنطق آيريس وقالت ليه بلي هي خدات القرار ديالها وهو ما يقدرش يبدل ليها الراي ديالها. من بعد بدا كيعاود على واحد لاكسيدون اللي وقعت ليه. قال لها بلي نهار التخرج ديالو كان سايق الطوموبيل وكانت راكبه مع الصديقه ديالو، وداك النهار كانوا كيتخاصموا وبسبب ديك المخاصمه داروا حادث وماتت الصديقه ديالو اللي سميتها كلوي، وهو بقى في السبيطار لمده طويله وبقى كيلوم راسو على هادشي اللي وقع. وآيريس تعاطفات معاه وبدات كتعاود ليه على داكشي اللي وصلها لهاد الحاله. قالت ليه بلي واحد النهار جاو لهاد المتنزه هي وولدها وراجلها وكانوا كيستمتعوا بوقتهم. شويه ويجي عندها ولدها وتحداها بلي غادي يقدر يجمع العواد باش يشويو المارشميلو في دقيقه. وفاش غفلت عليه شويه سمعت واحد الخبطه، وديك الخبطه كانت الصوت ديال ولدها اللي طاح من واحد العلومات. بقات كتلوم راسها وقالت ليه ما كرهاتش تكون هي اللي مات بلاصتو، وقالت ليه بلي هي محطمه. ويرد عليها ريتشارد وقال لها بلي الا كنتي محطمه ما كيعنيش انك ميؤوس منك. وغير سال هاد الجملة جمع الوقفة وقال لها بلي تشرف معرفتها، ولكن خصو يمشي وما غيدخلش في داكشي اللي بغات دير، ولكن هذا نهار زوين ومن الأحسن تستمتع به. من بعد خلاها ومشى، وفاش كان كيتمشى تلفت مورا ولقى آيريس وبقاو كيتمشاو مجموعين حتى وصلوا للباركينغ فين بلاصه طونوبيلاتهم ودعوا بعضياتهم وكل واحد مشى جهه طونوبيلته. ريتشارد دخل طونوبيلته هو الاول، هز واحد الصاعق كهربائي على شكل بارابلوي ومشى جهه آيريس اللي كانت يلاه دخل طونوبيلتها وهو يغفلها وصعقها به في كرشها. من بعد آيريس فقدت الوعي. فاش فقت آيريس لقات راسها في الطونوبيله ديال ريتشارد اللي ربط لها يديها ورجليها وبقى سايق بها الطونوبيل. آيريس فاش استوعبت المصيبه اللي وقع فيها بدات كتحاول تشد الويفي في الابل واتش ديالها، ولكن الريزو ما كانش كاع في ديك البلاصه. شويه هو يتلفت عندها ريتشارد وقال لها بلي عارفه شنو كدير وبلا ما تعذب راسها حيت ما غاديش تلقى الريزو وحتى البوليس ما غاديش تقدر تصل بهم في هاد البلاصه. من بعد قالت لها آيريس بلي راجلها غيقلب عليها. بدا هاد ريتشارد كيستهزئ بها وقال لها ولكم بحال بحال غير كتوحلو كتبداو تبوحطوا، وباللي كاع دوك اللي قتل من قبلها كانوا كيديروا نفس الحاجه. هو يحط حداها اللعبه ديال ولدها. من بعد آيريس تفكرت داك الموس الصغير اللي كاين عندها في جيبها، هزاتو من جيبها بلا ما يرد ليها ريتشارد البال. بدات كتفك في يديها، غير فكاتهم هي تهجم عليه بالموس. داك الموس بقى واحل في الكوسان وهي بقات كضرب فيه بيديها حتى انحرف على الطريق ودخل في واحد الشجره. فاش وقفت الطونوبيل آيريس بغات تخرج منها بالزربه، ويلا بغات تحل الباب هو شدها ريتشارد من شعرها وبقات كتضارب معاه حتى قدرات تجر حزام السلامه اللي من جهته بقات كتقجو به باقصى جهدها، وبقى كيتخنق حتى قدر يرجع الكوسه اللور. فاش فك راسو عاود شدها من شعرها وهو يجرها لعندو. آيريس هزت داك الموس الصغير اللي كان لاصق في الكوسان بقات كتحاول تضربو به حتى طاحوا بجوجهم برا الطونوبيل. من بعد آيريس فكات رجليها بالزربه وهزت اللعبه ديال ولدها وحطتها في جيبها وبدات كتغوت باش شي حد يسمعها. شويه هو يجي عندها ريتشارد اللي قال لها بلي ما غيسمعها حتى حد. من بعد شاف الساعه اللي في يديه وقال لها واش مازال ما بديتي كتحسي بتا شي حاجه. شويه هو يجبد واحد البيكوره اللي كانت خاويه
جبدها من جيبو وقال ليها بلي عقل ليها واحد العقل اللي كيرخي العضلات وكيوقف وظائف الجسم كاملين، وبمرور 20 دقيقة غادي تولي مشلولة كليا وحتى من الصوت ما غاديش تقدر تخرجو. ايريس بقات غير كتشوف فيه ومصدومه من داكشي اللي كيقول، غير سالها هضرتو هي ضربها بواحد الجريه. فاش كانت كتجري طاح ليها داك الموس صغير ولكن ما اهتماتش حيت ريتشارد كان تابعها. بقات كتجري بجهدها كامل داخل الغابه، شويه هي توقف واحد البلاصه اللي مخبيه شويه، بدات كتحاول تحرك صباعها واحد بواحد ولكن ما قدرتش تحركهم كاملين. تاكدت بلي داك العقار بدا كيدير المفعول ديالو. من بعد حققت ديك السمارت واتش ديالها على 20 دقيقه، كملت طريقها وسط الغابه، بقات كتمشى مده حتى ما بقاتش كتقدر تحكم في رجليها اليمنيه، بقات غير كتجرها. شويه بدات كتسمع ريتشارد كيقرب ليها، بقات كتحاول تمشى بالزربه ولكن طاحت حيتاش ما قدرش باقي تحكم في رجليها مزيان، وبقات كتحبو حتى قدرات تخبى في اخر لحظه. كانت كتسنى غير متى داك ريتشارد يمشي حيتاش كان واقف فوق البلاصه اللي كانت مخبيه فيها هي بالضبط. وفاش كانت كتسناه يمشي بدا النمل كيطلع ليها على وجهها، وفاش بدا داك النمل كيعضها ما قدرش تحمل وهي تغوت. وسمعها ريتشارد اللي كان قريب لتما فاش كاينه هي، هو يتم جاي لجهتها. ايريس بدات كتحبو بيديها بالزربه حيتاش رجليها تشللو في خطره، بقات كتجرب يديها حتى رمات راسها في الواد قبل ما يوصل ليها ريتشارد. ايريس بقى جارها الماء حتى حبستها واحد الشجره اللي كان طايحه جنب الواد، شدات فيها وبقات كتحاول تخرج من داك الواد حتى وصلت جهه البر، وبقات كتزحف بيديها حتى ما بقاتش كتقدر تنفس مزيان. هي تبدا تصوني المكانه ديالها حيتاش كملات 20 دقيقه، او ايريس تشللات كليا، ما بقات قادره لا تحرك ولا تدوي وبقات مرميه تما. شويه هو يبان ليها واحد الراجل اللي صايق الاله اللي كتحيد العشب وكان جاي جهتها، وفاش شافها طايحه على الارض مشى عندها، بقى كيشوف مالها، بقى كيطرح عليها شي اسئله ولكن هي ما قدرش تجاوبو. هو يقلبها على ظهرها لقاها بلي حل عينيها، من بعد بدا كيحرك يديه. ايريس بقات كتبع الحركه ديال يديه بعينيها وهو يتاكد بلي قادره تشوفه. شويه هي ترمش وقال ليها عاودي رمشي مره اخرى، هي تعاود ترمش مره واحده. بعد سولها واش هي قادره تحرك ولو غير شويه، هي ترمش 2 مرات. هنا فهم بلي هي ما قادراش تحرك نهائيا وقال ليها ما تخافش حيت غادي يعاونها. من بعد مشى جاب واحد البرويطه وحط فيها ايريس وبقى كيجرها حتى دخلها للدار. فاش دخلوا مشى باش يتصل بالاسعاف ولكن يلا بغى يهز التليفون وهو يدق شي حد الباب، ويلا مشى باش يحل الباب هو يتلفت عند ايريس ولقاها كترمش بالزربه. هو يفهم بلي ما بغاتوش يحل الباب حيتاش خايفه من شي حد. من بعد كيبان لينا هاد الراجل اللي سميتو ويليام حل الباب ولقى ريتشارد هو اللي كيدق الباب. ريتشارد بقى كيقول ويليام بلي دار واحد الحادثه ولكن ما لقاش مراته وقال ليه واش شافها. ويليام ما ردش عليه، قال ليه الا بغيتي المساعده تسنى قدام الباب. هو يسد الباب وخلاه ومشى باش يتصل بالبوليس. يلا هز التليفون وهو يلقى ريتشارد موراه. ويليام تعصب عليه حيتاش ما عجبوش الحال من يدخل دارو بلا اذن، ولكن ريتشارد دار فراسو حمق ومشى جلس فوق الكنابي وقال ويليام يعطيه التليفون باش يدوز واحد لابيل حيتاش تليفونو تجلى ليه. هو يرد عليه ويليام وقال ليه الا ما خرج ليه من دارو غيتصل بالبوليس. شويه هو يبدا ريتشارد كيبكي وكيطبوحط، قال ليه بلي هو كيبغي مرتو بزاف لكن هي مريضه نفسيا كتبقى تتهمو بشي امور ما كيديرهاش وما بغاش البوليس يسيقوا الخبار حيتاش غيديوها للمصحه العقليه. هادشي كامل اللي كان كيقول ايريس كتسمع ليه حيتاش كان خباها ويليام مورا داك الكنابي فين جالس ريتشارد. ويليام بقى كيتصنت ريتشارد وبدا كيتيق حيتاش قال ليه بلي مراتو كتعرض للنوبات اللي كيخليوها تشلل مؤقتا. يلاه كان غايقول ليه فين كاينه ايريس. هو يصوني تليفون ديال ريتشارد وهنا اكتشف ويليام بلي ما تجلى لا تليفون لا والو، غير كيكذب. هو ينوض من بلاصتو ما قال ليه والو لا ايريس. ريتشارد غير عرف راسو تفرج تبدل التعامل ديالو مع ويليام وقال ليه بلي عارفو بلي مخبيها في شي بلاصه من الاحسن يقول ليه فينا هي. هو يقول ليه ويليام بلي كاينه في الكوخ اللي حدا الدار. هو يقول ليه ريتشارد يعطيه التليفون هو الاول وعاد باش غادي يمشي يشوف الكوخ. ويليام عطاه التليفون ويلا بغى يخرج من الباب هو يدفعو على واحد ليطاجير اللي طاحت عليه. من بعد ويليام هز التليفون واتصل بالبوليس اللي قال لهم بلي دخل واحد الراجل غريب لدارو وبغى يأذيه. شويه ريتشارد ناض وبقى كيدابز مع ويليام طيح ليه التليفون، لكن ويليام بقى كيضرب في ريتشارد حتى طيحو على الارض وبقى كيعطيه بالكتبيات الكرشو. من بعد ريتشارد هز واحد الموس اللي كان طايح في الارض وحشاه لويليام في رجليه. من بعد بدا كيطعنو في كرشو حتى مات، وهذا الشيء كامل ايريس كانت كتشوفو. من بعد ريتشارد مشى للكوخ باش يشوف واش كاينه تما ايريس، بطبيعه الحال ما لقى والو. من بعد بدا كيخوي ليسونس في الدار
وشعل واحد لوق يدور مع على داك ليسونس. العافيه بقات كتنتشر بسرعه وايريس مازال كاينه تما، بقات كتحاول تحرك صباعها حتى شدات داك الخيط اللي كيتحل به الريدو ديال الشرجم وبقات كتجرو. في هاد اللحظه ريتشارد يلاه ركب الطوموبيله ديال ويليام وبغى يديماري، هو يتلفت وبان ليه الريدو كيتحل وكيتسد. عرف بلي ما غتكون غير ايريس، هو يعاود يدخل لديك الدار، جر الكنابي وهز ايريس خرجها وركبها في ديك الطوموبيل وقال ليها بلي بسببها دار هادشي كامل وبلي هادي اول مره يقتل شي راجل. من بعد هز الطوموبيل وبقى سايق حتى صونا التليفون ديالو، وهنا كنكتشفوا بلي سي ريتشارد مزوج وعنده بنت وديما كيكذب على مراته وكيقول لها بلي كيبغي يدوز ويكاند بوحدو باش زعما يبدل الجو، ولكن هو كيمشي كل مره غير باش يقتل شي حد جديد ولا القتل هوايه عنده. وفاش كان كيدوي في التليفون مع مراته قالت ليه بلي غادي يجيو عنده هي وبنته حيتاش حتى هما بغاو يبدلوا الجو. ريتشارد ما قدرش يقول لها لا، ولكن فاش قطع التليفون معاها كان غيدير واحد لاكسيدون حيتاش كان معصب بزاف. من بعد وقف عند واحد المحطة الوقود باش يدير ليسانس، دار الايرس واحد الكاسكيطه على راسها وخرج من الطوموبيل. باش بغى يخلص لقى داك الصراف الالي ما خدامش وخصو ضروري يدخل المحل باش يخلص كاش. مشى دخل المحل وهو حاضي مع ايرس وهي بقات كتحاول تحرك يديها. ايرس قدرت تحل حزام السلامه، هي تميل جهه الباب، راحت ليها الكاسكيطه اللي على راسها. ايريس بقات كتشوف جهه واحد الطوموبيل اللي بلاصات حداهم. ديك الطوموبيل خرج منها واحد الولد صغير، داك الولد مشى عند ايريس وبقى كيشوف فيها. ايريس حتى هي بقات كتشوف فيه حيتاش فكرها في ولدها اللي مات وبقات كتفكر لحظات ديالها هي وولدها. من بعد جات الام ديال داك الدري الصغير، هزات ولدها وداتو، ولكن كانت شاكه بلي ايريس محتاجه للمساعده. من بعد جا ريتشارد ودخل الطوموبيل وربط لايريس حزام السلامه عاوتاني. ديمار الطوموبيل وداها للبلاصه اللي كانوا داروا فيها حادثه. خرج من الطوموبيله ديال ويليام ومشى لطوموبيلتو، حل الكفر لحوايجو ونقى راسو من الدم. من بعد رجع للطوموبيله فين كاينه ايريس، حط ما واحد البيكوره اللي كانت عامره بواحد الماده ودوك اللعيبات اللي كيربط بهم اليدين، غطى داكشي بواحد تريكو. من بعد هز من الطوموبيله ديال ويليام واحد اللعيبات باش كيجروا الطوموبيل الا طاحت ليك اون بان، مشى باش يركبها في طوموبيلتو. شويه يتوقف حداهم واحد طوموبيلات البوليس، خرج منها واحد البوليسي ومشى جهه ايريس، دق عليها الزاج ديال الطوموبيل، ولكن فاش ما رداش عليه مشى جهه ريتشارد، وقف عليه وقال ليه بلي وصلوه شي معلومات اللي كيقولوا بلي شي حد في هاد الطوموبيل محتاج للمساعده. ريتشارد نكر وقال لي بلي ما وقع حتى شي حاجه. شويه هو يقول لي داك البوليسي بلي بغى يضوي مع ايريس، غير سمع ريتشارد هادشي هو يجمع الوقفه، بدا كيكذب عليه وكيقول ليه بلي هي ما تقدرش تدوي معاه حيتاش تقلات في الشرب وهي اللي دارت الحادثه وهو جا غير يعاونها. فاش خدا البوليسي لاكارت ناسيونال ديال ريتشارد يشوفها، ايريس بقات كتحاول تحل الشرجم ديال الطوموبيل. داك البوليسي رد ليها البال ومشى عندها. ايريس بدات كتحاول تقول ليه يعاونها. شويه هو يطل داخل الطوموبيل وبانت ليه ديك البيكوره اللي كانت محطوطه تما. البوليسي فهم كلشي ويلا بغى السلاح، هو يغفلو ريتشارد وبقى كيضربو على راسو بديك الحديده اللي كان بغى يجرب بها الطوموبيل. البوليسي مسكين طاح على الارض ومات. ايريس كانت كتشوف كلشي قدام عينيها وهي ما قادره دير حتى حاجه. من بعد ريتشارد حط البوليسي في طوموبيلتو، خوا عليه ليسونس وخلاه كيتحرق. من بعد بقى سايق بايريس حتى وصل عند واحد الواد، ربط ليها يديها وخرجها من الطوموبيل وبقى جراح حتى حطها في واحد القارب صغير وبقى غادي بها وسط الواد. ايريس شافت بلي ريتشارد خدا داك السلاح ديال البوليسي اللي قتل وهز معاه حتى واحد الموس وحاطهم بجوج في الصمته ديال سروالو. شويه ايريس بدات كتبكي وقالت لريتشارد باش يحقق ليها واحد الامنيه اخيره، وقالت ليه باش يعطيها اللعبه ديال ولدها اللي كاينه في الجيب ديالها. ريتشارد طيقها ومشى باش يعطيها اللعبه ديال ولدها، هي تغفلو وهزات ليه الموس وغير دار طعناتو به في عنقو. من بعد حيد داك الموس وهو كيتوجع وهز السلاح باش يتيري فيها، لكن ايريس بدات كتحرك داك القارب حتى طاح ريتشارد في الماء والسلاح طاح في القارب. هي تمشي ايريس بالزربه جهه السلاح هزاتو، وفاش بغى ريتشارد يعاود يطلع للقارب ضرباتو بالقرطاس في رجليه وفي صدرو، طاح في الماء عاوتاني وبقى كيعوم جهه اليابسه. ايريس بقات في داك القارب اللي بدا كيغرق حيتاش حتى هو جاو فيه جوج قرطاسات. القارب عمر بالماء، ايريس غطست كليا في داك الماء ولكن قدرت تنجا حيتاش المفعول ديال داكشي اللي حقن ليها ريتشارد ما بقاش. ايريس فاش خرجت من الماء مشات عند ريتشارد اللي كان كيحتضر وبقات كتشوف فيه مده. شويه تورك ليه على الجرح اللي كاين في صدره وشكراتو حيتاش بسببه باقا عايشه. من بعد مشات وخلاتو، وهكا فهمت ايريس بلي حياتها عندها قيمه وما كاينه حتى شي حاجه في الدنيا اللي تستاهل نهيو حياتنا على قبلها والحياه كتستمر.